من معاني محبة الله لك أن يلهمك الرضا. ترضى أنت، ترضى عن وجودك، وترضى عن وضعك، وترضى عن دخلك، وترضى عن أهلك وأولادك. الرضا أحد أسباب السعادة، فالمؤمن راضي. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. والله الذي لا إله إلا هو، لو شققت على صدر مؤمن عرف الله لرأيت فيه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفته. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: ذكر الله أكبر ما في الصلاة، لكن بعضهم قال: ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إن ذكرك منحك الرضا، منحك السكينة، منحك الحكمة، منحك نعمة عزت على معظم الناس، منحك نعمة الأمن. نعمة الأمن شيء لا يقدر بثمن. قد ينجو الإنسان من آلاف المصائب لكنه خائف، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. الآن في عندنا أزمات قلبية سببها الخوف من أزمات القلب، تأتيه بأزمة. نعم، لذلك حينما ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة طبع منه 5 ملايين نسخة. هناك قلق في العالم سببه البعد عن الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.